60 مليار جنيه في 12 ساعة. يا ولاد المحظوظة. حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. الريل دي بكلم فيها الديفلوبرز اكتر ما بكلم فيها العملاء، وبسأل نفسي اسئلة نفسي حد يجاوبني عليها. هو ازاي طلعت مصطفى باع في 12 ساعة ب 60 مليار جنيه؟ فلو ما تعرفش، فطلعت مصطفى طرح مشروع جديد في الساحل الشمالي في منطقة الضبعة في الكيلو 168 اللي شفنا اعلانه بتاع سيلفستر ستالون. المشروع عبارة عن 5500 فدان، مدينة متكاملة فيها كل اللي تتخيله وما تتخيلوش، وكل الفاسيلتيز اللي تيجي على بالك، مارينا بقى وبرايفت بيتشز وبرايفت لاجونز وحاجات تانية كتير. بس برغم ان المشروع مليان مميزات، لكن طلعت مصطفى عنده عيوب زي اي مطور في الدنيا. ببساطة فكرة المدينة المفتوحة هي فكرة مميزة في خدماتها الكتير، ولكن يعيبها قلة الخصوصية والامان. وده ببساطه لاني كواحد من بره المدينه اقدر اوصل لاغلب بيوت المدينه بسهوله، حتى لو انا مش مالك في المشروع اصلا. كمان في كلام على جوده التشطيبات النهائيه في مشاريع طلعت مصطفى، بس برضه مفيش حد في مصر من المطورين الاقوياء اللي ما عندهمش المشاكل دي قدر يكتسب ثقه رؤوس الاموال ويحرك السوق في الوقت القليل ده. احنا هنا بنتكلم عن 60 مليار جنيه، مش في سنين ولا في شهور، ده مجرد 12 ساعة. يعني الفلوس دي كلها كانت موجودة وجاهزة للاستثمار، لكن محدش قدر يخرجها غير طلعت مصطفى. وده بيرجع لثقة الناس في اسم طلعت مصطفى كمطور وفي قدرته على بناء مدن متكاملة بالشكل ده. وليه تجربتين كلنا عارفينهم، مدينتي والرحاب، غير ان طرق السداد عند طلعت مصطفى فيها أنظمة مختلفة تخليك تدفع فلوس قليلة على وقت طويل. خلاصة الكلام، برغم ان الشاليه اللي كان بيبيعه طلعت مصطفى غرفة او غرفتين يعادل في سعره شاليه 3 غرف في قرية تانية مميزة وجنبه، يعني ما كانش بيبيع بالرخيص ولا حاجة، الا انه قدر يكسب ثقة رؤوس الاموال عن المطورين التانيين، وقدر يخلي الناس تصدق انه يقدر يبني مدينة بالحجم ده، رغم انه مشروع زي اي مشروع لعيوبه ومميزاته، وتاني مشروع ليه في الساحل كمان، ولكن قدر ياخد شير هولد من مطورين تانيين موجودين في الساحل من زمان. فيا ريت بقى المطورين التانيين ينتبهوا للتجربة دي ويدرسوها ويعرفوا تأثير الثقة اللي بابا المجال عملها. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.